ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ تعالوا بسرعة اقول لكم ازاي نحافظ على المناطق الحساسة من الاسمرار. اول حاجة لازم تغيري الملابس الداخلية يوميا. تاني حاجة لازم الملابس الداخلية تكون قطن، بلاش تكون فيها بوليستر، علشان البوليستر هيحتك في الجلد وهيسبب احتكاك وهيعملك اسمرار. تالت حاجة لازم ازالة الشعر باستمرار، يعني ما نسيبش الشعر في الاماكن الحساسة دي نهائي. رابع حاجة لازم المكان يكون ناشف على طول، نشفي بالمناديل بلاش الفوطة، لان الفوطة هتحتاجي ان انتي تغسليها، ومش كلنا بنستخدم الفوطة او نغسلها يوميا، فبلاش الفوطة، خليكي في المناديل اضمن واحسن. خامس حاجة واهم حاجة الترطيب، ما ينفعش تعدي يوم غير لما ترطبي مرتين في اليوم، سواء في الصيف او في الشتاء. سادس حاجة لازم تستخدمي كريمات تفتيح زي فولديكس أو ستارفل أو كولاجرا. سابع حاجة لازم التعطير، عطري بالمسك، المسك المطحون آمن جدا للمكان ده. بس كده يا بنات، ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم واستفدتي منه. لو عجبك الفيديو اعملي لي لايك، اشتركي في القناة، فعلي زر الجرس. كمان ما تنسيش تتابعيني على الفيسبوك وعلى الانستجرام، هسيبلك اللينكات في أول تعليق أو في صندوق الوصف. اشوفك في فيديو جديد، باي باي.